فولذلك سيدنا النبي بيحكي لنا حكاية جميلة قوي هتطلع منها بدروس وعبر ومواعظ. وكل قصص الأنبياء أو القصص اللي جاءت في القرآن أو القصص اللي قص علينا رسول الله، احنا مش بنسمعها كتسلية أو كتضييع وقت، انت بتسمعها بتاخد موعظة منها. يعني كل قصة اتحكت فيها موعظة أو فيها عبرة تتعلمها أو درس هتتعلمه، مش هتقرأ أو مش تسمع كتب كده وخلاص. بيحكي لنا إيه سيدنا النبي؟ بيقول لك كان في راجل قبلينا، الراجل ده عبد ربنا 60 سنة، ومن كثرة تعبده أو من كثرة إن هو مشتد في العبادة بنى لنفسه صومعة كده، ومش برسيسة، لا، بنى لنفسه صومعة كان بيقعد في الصومعة يتعبد لله، وكان لسانه لا يلهج إلا بذكر الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، على طول ما بيقفش. وفي ليلة مقمرة بص من شباك الصومعة بتاعته لقى القمر سطع فوق، ولقى واحدة ست تحت جميلة حلوة قاعدة على حشيشة خضراء، يعني زرعة خضراء. الشيطان وسوس له وقال له انه ينزل. قال له يا راجل انا قلت لك انزل اذني معايا ولا اعمل حاجة، انت هتنزل تشم هوا. الشيطان ذكي بس في الشر. يعني انت ممكن تكون لاقي زميلتك في الجامعة ما بتلبسش طرحة، الشيطان يقول لك انك تاخد رقمها ليه؟ عشان اقول لها تلبس الطرحة. يا راجل، يعني تاخد رقمها وتكلمها في التليفون عشان تقول لها تلبس الطرحة وانت ملتزم وبتصلي وكل حاجة، والشيطان يهيأ لك كده. انت لا، قول له لا، يعني مفيش غيرنا، يعني على اساس هي مش عارفة ان ده حرام وده يغضب ربنا وتقول حرية شخصية، مش عارفة هي الحاجات دي. مفيش واحدة صاحبتها تقول لها، الشيطان يقول لك ايه يا جدع، ده ربنا بيقول فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين، ولا فذكر إن نفعت الذكرى. ذكر دي إنك ولد صاحبك شايفه، ولكن هو عايز يوصلك الشيطان ويؤديك لخطوة، يؤديك لحاجة إنك تتكلم معاه في التليفون. يعني إنك لما تلاقي ما بتلبست طرحة تكلمها تقول لها لبست الطرحة، تقول لك لبستها، تقول لها طب ورهاني، أكلمك ماسنجر أبص عليها، تقول لها شكلك أمور بالطرحة، تقول لك عينك أحلى، كلامك اللي جميل، أنت اللي ودنك حلوة سمع. شوف خطوات. شوف الخطوة كانت الأولى إن ما هو ما تستاهلش بالكلام ده. ما هو الشيطان ما يوعكش في معصية على طول، ما يقولكش شع في المعصية على طول، لا، لازم واحدة خطوة تاتا. يعني الشيطان صبور وصابر جدا، يصبر جدا. لو قعدت سنتين عشان توصل لحاجة زي دي، فانت تسد اي حاجة فيها ايه اذى او فيها ضرر او حرام. فربنا ما قالكش ما تتبعش الشيطان، لا، قالك ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. بس المهم ان الراجل نزل تحت فقرب من الست خطوة، يقربت 10 سنتي وقرب 50 لحد ما كان الشيطان ثالثهما، فكشفت له عن ساقيها فزنى بها. 60 سنة عبادة، وفي الاخر وصل لايه؟ شفت الراجل قاعد يتندم ويتحسر على كده، ليه؟ يا ريتني ما عملت، يا ريتني ما كنت نزلت حتى من الصومعة، يا ريتني كنت قاعد، كنت لقيت نفسي بحاجة، كنت سبحت، كنت عملت ايه. عارف انت لما تكون في معصية او هتقع في معصية اجري. يعني ساعة سيدنا يوسف وزليخة، سيدنا يوسف جري على الباب. ناخد في القصة دي حاجتين، حاجة أهم حاجة، ليه جري عند الباب واستبق الباب؟ ليه ما وقفش يقول لها حرام؟ لا، ما هو الإنسان ضعيف، يعني هي مش عارفة إن ده حرام. يعني أنت لما تلاقي مثلا واحدة وتقول لها ده كده حرام وتقعد تتكلم معاك وأنت هتضعف قدامها، يعني طب ده نبي،
يعني النبي مش زينا خالص، ولكن واستبق الباب. اصل عارف ان هي ممكن تكلمه في كلمه يقول لها حرام، تقول له لا مش عارف ايه، المره دي هستغفر، هيقع في المعصيه. ولكن لا، استبق الباب، جري على الباب على طول، ما وقفش يستنى، ما وقفش يقول لها كلمه. فانت كذلك معصيه تيجي في بالك تجري على طول، تجري ناحيه الباب على طول، تخرج بره، ما تصليش ركعتين، لا ارفع ايدك قول يا رب خليك جنبي، رب خليك قريب مني. وبعد كده بقى خلاص كده قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبعد كده الشيطان بعد عنك، تجري تصلي ركعتين وانت ساجد تقول يا رب انا ما رضيتش اعصيك، وابعد عني الشيطان، احميني احميني يا رب. المهم ان الراجل ده اغتسل وكان ندمان جدا على ما فعل، وهو ماشي كان معاه رغيف عيش، فقابله واحد فقير قال له انا جعان وعايز اكل. الراجل اداله رغيف العيش، قال له خد، اتحسر، اداله رغيف العيش وروح قاعد يتندم. الرسول بيقول لك الراجل ده هيجي يوم القيامة الميزان بتاعه كفتين، كفة فيها 60 سنة وكفة فيها الست اللي زنا بها، كفتين قدام بعض. فإلى كفة الزانية تعلو وتعلو وتعلو حتى تتساقط كفة 60 سنة عبادة. شفت؟ يعني ان حسناتك ممكن تبدل لسيئات في لحظة، والعكس لو انت ما كنتش ملتزم والتزمت سيئاتك تبدل لحسنات وكذلك. ولكن ونقول ايه؟ كل شيء يرد وله القبول الا الصلاة على الرسول. يعني انت اي حاجة ممكن تترد او تتقبل او ما تتقبلش، ولكن الا الصلاة على الرسول. صلوا عليه وسلموا تسليما. صليت عليه صلى الله عليه وسلم. المهم ان الراجل ده يجي وكفة اللي هي الست اللي زنا بها عليت وارتفعت، وكفة 60 سنة وقعت على الارض، راحت خلاص. فربنا هيقول للراجل قال لك من عمل عملت حاجة، يعني ربنا ده يقول عملت حاجة تنجدك من جهنم غير العبادة؟ والله يعلم. فيقول له لا يا رب ما عملتش، مفيش حاجة عملتها. فربنا هيجيب كفة رغيف العيش اللي تصدق بيها اللي أنا قلت لك عليها، وإلى كفة الصدقة تعلو وتعلو وتعلو حتى ترتفع إلى السماء فتتساقط كافة الست اللي زنا بها. يعني الرسول ادالنا في القصة دي أو قال لنا طلعنا بدرسين. إيه هما؟ أول حاجة ألا نتبع خطوات الشيطان وأن نتصدق. يعني إن 60 سنة عبادة راحوا، ولكن الصدقة اللي ارتفعت. ومن أحب الأعمال إلى الله الصدقة. الصدقة أحب عمل تعمل أو أحب عبادات تعملها الصدقة. فأنت دايما عصيت ربنا، خلاص تعمل إيه؟ خلاص مكتوب ماشي، ولكن تصدق. أنت ممكن تكون عايز تتصدق بحاجة وما معكش، والله يعلم ما في قلبك، والله يعلم ما في صدوركم.